السلام عليكم. هذا الفيديو بغيت يشوفوا اي تلميذ كان عنده اولى باك 2025. اي تلميذ كان عنده اولى باك 2025 وكذلك الاولياء الامور ديالهم، لانه غنهضروا على واحد الحاجات، شي حوايج اللي هما مهمين بزاف. اول حاجه حنا عارفين باننا مقبلين على النتائج اللي صراحه تعطلوا بزاف، مع العلم انهم دوزوا من الاولين ولاو منشورين في النتائج ديالهم. يعني راه دوزوا الثانيه باك، دوزو خرجوا ريزولطا، دوزو الغاد خاباش يتسناو في الريزولطا. بروميير باك بقى روطار، يعني كاين اللي دابا يشوف فيديو قبل النتيجه وكاين اللي يشوفو بعد النتيجه. داكشي علاش انا بغيت الفيديو تبارطاجا الماكسيموم وشوفوا من دابا حتى الاخر، لانه فيه معلومات مهمين جدا لي. صحيح. الو، كاينين واحد التلاميذ اللي ما توفقوش انهم ينجحوا هذا العام ولا باك 2025 بظرفيه انه ما جابش مزيان في المراقبه المستمره، او وقع ليه شي بلان، او لا وقع شي حدث في الفتره ديال الامتحان، او بيان في المراحل ديال الامتحان. الانسان شي مرات تتوفى ليه شي واحد قريب ليه، داكشي تلعب بالقدر واحد الدور كبير. الو، حنا نهضروا بالاساس على التلاميذ اللي يخرجوا لهم النتيجه. خويا، خشي الله يرضي عليك، ملي تخرج لك النتيجه الا بانت لك واحد النقطه انت خدام، اسمع نسطروا على ديك خدام وبيان انت خدامه، وبانت لك واحد النقطه ما عجباتكش، دفع اعاده تصحيح. وشوف تماغش، لانه ما كاينش واحد المعيار. غتدفع اعاده تصحيح وتشوف تماغش. من تدفع اعاده تصحيح تتحمل المسؤوليه الكامله، سواء في الحفاظ على النقطة، سواء في زيادة النقطة، سواء في نقص النقطة، سواء أنها تولي حالة غش ولا شي حاجة بحال هكا. حنا نخليو هاد الكوتي هادي بوحدها، كما قلت لكم دفعوا إلى شاك دفع، صافاش ما تفكرش جوج خطرات. دابا غنشوفوا لي ريزولطا. بالنسبة للنتائج، حنا عارفين بأن الأغلبية ديال النتائج غتكون متوسطة إلى ضعيفة، واحد النسبة قليلة يكونوا يجيبوا أحسن نقط. خويا اختي الا جبتي واحد النقطه زوينه 16 17 18 19 20 ان شاء الله، علاش لا؟ ما يسبقش الغرور، راه يلا 25% اخويا اختي، يلا 25%. بالعكس خاصو يعطيك واحد الدافع، ما يعطيكش غرور. حذاري من الغرور، لانها الغرور مقبره الناجحين. الغرور هو مقبره ديال الناجحين. فهذا خصو يعطيك موتيفاسيون بان العام الجاي تجي تخدم على راسك مزيان. علاش جيت الاول احسن وحدين اللي تجيبوا على الصعيد الوطني؟ علاش لا؟ علاش لا؟ فكروا في هادشي. يعني ما تخليش تقول لا راه ديجا جايب النقطه، علاش انا نمشي ندري فوق بزاف؟ لا، وياك ثم وياكم الغرور. نجيو عند الناس اللي يجيبوا نقاط متوسطه. فخدم على راسك، ما يكونش لك راسك انك تعاود العام، انك تعاود باش العام الجاي تجيب احسن نقطه. انا نفضل باغي تعاود عام ضايع عليك، عاودو في الباك، حيت المعاملات ديال الباك طالعين والاهميه ديال الباك طالعه. الوغ في النجاح ديالك العادي تتمثل 75%. نفضل انك تعاود في الباك، ما تعاودش في الريجيونال الا بغيتي تكافح، تجيب بون نوت فوق من 16، تعاود تجيب فوق من 16 في الريجيونال، وتجيب فوق من 16 عاوتاني في الناسيونال. لقيتيه؟ ولكن فهمتي هنا نصيحه من عندي، سير تقاتل الفوق. تمام، سير تقاتل الفوق في الباك. الناس اللي يجيبوا نقاط تامه ضعيفه، بلا ما الا حسيتي راسك انك جبتي واحد النقطه ضعيفه بزاف، فكر واش مزيانه لك تعاود ولا مزيانه لك تعاود. كما تنقول ف الا كنتي باغي تعاود، تعرف بانك ضرب تماره عامين، ضرب تماره ديال في البروميير باك هذا اللي تعاودو، وغتمشي عاوتاني دوزيام باك وضرب تمار. فماكش يعني ففكروا قادوا تجيبوا نقاط ضعاف بزاف. تنهضر نقاط ضعاف يعني 4 3 2 1، 4 3 2 5 راه مزيان. راه تمشي الباك، عاود انت في الباك وتجيب مونسيون ان شاء الله في البكالوريا. ماشي نقولش لك انا هكا بحال هكا، حيت انا دازو قدامي الالاف المؤلفه ديال التلاميذ، سواء اللي تنتعاملوا معاهم في مواقع التواصل الاجتماعي، سواء اللي تنتعاملوا معاهم في الواقع. يعني داكشي شفناه بعيني، ما شي واحد ما قال لينا. سمعتش؟ لهذا فالله يرضي عليكم مزيان باش انكم تبداو توجدوا ان شاء الله لدوزيام باك، لانه كتسناكم تما خدمه وما ادراك ما خدمه. لان دوزيام باك الاجواء ديالو راه لا علاقه ديالها مع البروميير باك، راه 75% كاينه تما ديال الخدمه. يعني راه حتى النص تاع الخدمه باقي ما درتيش دابا. النص تاع الخدمه يلاه ديرو تتساليتو كنتسالي الدوره الاولى. فلهذا الله يسر لكم، تجيبوا احسن النقاط اللي بغيتوها،
وحاولوا انكم تقولوا اننا راه مازال مازالين الطريق، راه مازال عندنا الطريق، مازال عندنا الخدمه، وخدموا على ريوسكم. سمعتش؟ وفي هذه الاشاره فالبروف نوجمي في ماده الرياضيات راه يكون معاكم لقيتها ان شاء الله باش انكم تجيبوا لي بون نوت في هذه الماده. والله ييسر لكم والله يوفقكم يا ربي. تحياتي لكم.